وكما أسلفت الذكر في العناوين، إذا كنتم من ساكنة تالي ليلت بنواحي دريوش عليكم أن تمرضوا يوم الأربعاء فقط. إذا فاتكم هذا الموعد فلن تجدوا للطبيب مكانا، فالمركز الصحي الوحيد يستقبل المرضى ليوم واحد وبطبيب واحد في منطقة بساكنة تقدر ب6000 نسمة. فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. بجماعة تاليليت بإقليم دريوش، بعد أن ظل المركز الصحي لسنوات موصد الأبواب في وجه المرضى، استبشر السكان خيرا بتعيين طبيب وممرضة قبل حوالي السنة، لكنهم فوجئوا بكون الطبيب لن تستغرق مداومته بالمركز إلا يوما واحدا فقط في الأسبوع. مرة واحد في الأسبوع هو يوم الأربعاء، ومع هذا الأيام أخرين ما كاينش طبيب، ما كاين ممرضة. بحال السكان ديال هذه الجماعة خصهم يمرضوا في يوم واحد في الأسبوع. اما الايامات الاخرين كيكونوا هما اللي يدبروا راسهم. هي الحسيمه اللي قريبه لهم ب 90 و 95 كيلومتر، هي اقليم الناظور ب 100 او 110 كيلومتر. وفي غياب دار للولاده يتكبد النساء عناء التنقل الى احد المستشفيات بالحسيمه والناظور، بعضهن يضعن في الطريق. جات واحد المراه زيرها باش تولد، ها فين كتولد؟ هنا في الواد. دار الله تعالى هذا السيد هذا مول الدار جا عند ذيك الولد قال له طلع للدار ثم جات ذيك المراه. شحال انا حضرت في النساء هنايا، حضرت معهم والدين مع الطريق في السياره في الطوموبيل. حنايا ما تقدناش هذاك المره في السيمانه، فهمتي، انما بزاف ديال الديور ديال السكان هنايا راهم ضايعين. وسكان المناطق الجبلية يعانون أكثر من مشكل بعد الخدمات الصحية رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية لتقريبها. وزارة الصحة تكون حكم في الولوج للخدمات بين جميع بين المجال الحضري والقروي والمناطق البعيدة، تكون حكم كذلك في ديمقراطية القطاع، تكون حكم في جهوية القطاع باش تمشي في سياسة جهوية إلى آخره، فباش يتمكنوا جميع الفئات المغربيات والمغاربة فيما كانوا أنه الولوج للخدمات الصحية عبر التراب الوطني على حساب الحاجيات ديالهم، على حساب المشاكل الصحية ديالهم، ماشي على حساب الفلوس اللي عندهم في جيبهم. زادت طينبلة وعورة التضاريس الجبلية وصعوبة المسالك، حيث تنضاف إلى المرض متاعب التنقل بحثا عن خدمات ورعاية صحية في أقرب مشفى.